واخيرا انتهى يورو 2024 وطبعا شفنا المنتخب اللي حصل على اللقب الذي هو المنتخب الاسباني امام انجلترا في نهائي انتهت بنتيجة 2-1. وطبعا هذه النسخة من البطولة كانت نسخة جميلة جدا. لا صراحة ما بكذب عليكم، كان اكثر المباريات مملة، ولكن في بعض المباريات اعجبتني، ولكن بصراحة النهائي كان ممتاز. ولكن اليوم راح نتكلم عن اغرب نسخة في اليورو وترجع لعام 1968. في أحداث غريبة حصلت على هذا اليورو الذي فاز فيه المنتخب الإيطالي، فاليوم رح نتكلم عن هذه النسخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أعزائي المتابعين. رح نتكلم عن يورو 1968 حيث فاز فيه المنتخب الإيطالي بطريقة عجيبة وغريبة. وشكرا لكم على الدعم دائما، وأتمنى دائما أن تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب عشان تدعمونا نستمر ونقدم الأفضل. ويلا ندخل في المقطع. أول يورو في تاريخ اليورو بدأ في سنة 1960، وفي هذاك الوقت فاز فيه الاتحاد السوفيتي اللي طبعا حاليا مش موجود بسبب شخص معين ولكن ما بذكر اسمه. ولكن الآن رح نتكلم عن نسخة 1968 اللي فاز فيها المنتخب الإيطالي. في النسخة هذيك من اليورو كان في 8 مجموعات، وفي مجموعة المنتخب الإيطالي كان متواجد معاها رومانيا وسويسرا والقبرص. المنتخب الإيطالي تألق وتأهل بسهولة من هذه المجموعة ب11 نقطة، فبعدها تأهل المنتخب الإيطالي إلى دور ربع النهائي مباشرة. فبعدها واجه المنتخب الإيطالي المنتخب البلغاري في ربع النهائي، حيث فاز فيه المنتخب البلغاري بنتيجة 3-2. ولكن في هذاك الوقت في ذهاب وإياب في البطولة، طبعا كان مشوار طويل. ففي مباراة العودة فاز فيها المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-0 ليتأهل إلى دور نصف النهائي. وبعدها في نصف النهائي واجه المنتخب الإيطالي المنتخب السوفيتي الذي تعادل معه في مباراة طويلة جدا بنتيجة 0-0. ولكن في هذاك الوقت كان ممكن بعض المباريات تتحسم بالبلنتيات أو بالإعادة يلعبون مباراة ثانية، لكن الحكم قرر إنه ينهي المباراة بالعملة، يعني اللي على الحظ. فكل واحد منهم من الكابتن المنتخبين يختار. فكابتن المنتخب الإيطالي جيسينتو فاكيتي اختار جهة من العملة اللي كان الجهة الأمامية. فطبعا على حظه فاز في هذا التحدي وتأهل المنتخب الإيطالي إلى المباراة النهائية. في المباراة النهائية واجه منتخب يوغوسلافيا اللي تعادل معه بنتيجة 1-1. قرر الحكم انه يسوي مباراة ثانية نعاد النهائي تواجهه. وفي هذه المرة المنتخب الإيطالي انتصر، حيث سجل الأسطورة جيجي ريفا أسطورة المنتخب الإيطالي الذي كان عائد من إصابة في هذاك الوقت. وأيضا بيترو أنستاتي سجل مرة أخرى للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 19. وكذا فاز المنتخب الإيطالي بنسخة عام 1968، حيث كان هو المنتخب المستضيف وأيضا المنتخب الذي حصل على اللقب. وهذه كانت أغرب نسخة راح تشوفها بتاريخ اليورو، وهذه النسخة حصلت في عام 1968 مثل ما شرحت لكم. وإذا أول مرة تعرف عن هذه القصة أتمنى أن تضغط بزر اللايك والإعجاب وتعطينا رأيك عن هذا الموضوع في التعليقات. وأتمنى دائما تدعمونا بزر اللايك والسبسكرايب عشان نستمر بتقديم الأفضل. وشكرا لكم. هذه كانت قصتنا اليوم، وأتمنى أن تدعمونا دائما، ونشوفكم في المقاطع القادمة. كان معكم عزوز، مع السلامة.